خلينا نتفق في البداية إن الله عز وجل بيتولى عباده المؤمنين عن يقين بيه سبحانه وتعالى، اللي دايما شايفينه بقلوبهم في كل خطوة بيخطوها في الدنيا، اللي بيدوروا على رضاه في أقوالهم وأفعالهم في السر والعلن، اللي لما بيغلطوا بيجروا بسرعة عليه وهم حاسين بالندم على اللي هم عملوه، اللي ما عندهمش ذنب صغير أو كبير. أي غلط في حق الله عز وجل بيتعبهم وما بيرتاحوش غير لما بيعملوا قصاده حسنة عساه يتقبلها منهم ويكفر بيها عن الذنب اللي هم عملوه. اللي بيخافوا من الله عز وجل وبيحبوه في نفس الوقت، اللي عايشين في الدنيا وكل أفعالهم وأقوالهم سواء مع نفسهم أو مع اللي حواليهم قاصدين بها وجه الله تعالى، اللي دايما بيحاسبوا نفسهم قدر المستطاع، وربنا اللي عالم بالقدر ده في نفس كل واحد فينا. المؤمنين بجد بقلوبهم، واللي من كتر إيمانهم حق الله وحدوده عندهم بالنسبة لهم جزء من عقيدتهم اللي هم عايشين بيها. المؤمنين اللي ما بتكسفوش من إنهم يقولوا الحق بالحسنى، ورضا ربهم عندهم هو هدفهم الأول، وبيه بتتحقق باقي أهدافهم دنيا وآخرة. المؤمنين دول ليهم من الصفات اللي صعب تعمل ليها حصر في كتب. المؤمنين الصالحين دول لو حابب تتعرف عليهم هتلاقيهم مذكورين بكل صفاتهم في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. هم دول اللي ربنا بيتولاهم برسايله، اللي بتخرجهم من ضلمة نفوسهم وذنوبهم ودنيا بتحاول تسود قلوبهم في كل لحظة لنور الحقيقة الوحيدة والمطلقة، وهو نور القرب من الله عز وجل باتباع أوامره ونواهيه وإرشادهم علشان يكونوا عباد صالحين في الدنيا. يعني لو انت ملقتش رسائل ربنا حواليك أو لقيتها قليلة، اعرف إن المشكلة فيك. وفي النهاية قلبك اللي بقى بعيد عن ربنا وبقى مشغول بالدنيا وما فيها ومن فيها، ونسي سبب وجوده في الدنيا وهو عبادة الله عز وجل. نسي اللقاء هيجمعه في الآخرة وهيتسأل فيه عن كل ذرة خير عملها في الدنيا، ويا ترى عملها لله ولا عشان خاطر الناس تشوفه. وهيتسأل برضو عن كل ذرة شر عملها في الدنيا ونسيها وما تبش منها وبرأ نفسه منها باعترافه بيها لله وندمه عليها وعزمه من جوه قلبه على إنه ما يرجعش ليها تاني. فحاول إنك تبذل كل طاقة ومجهود في إنك تزود إيمانك وتقرب من ربنا وتفهم رسايله ليك. كنت معكم أمل جودة في برنامج وجهة نظر على راديو حكاية.